السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عواشركم مبروكة، وكنتمنى الفيديو ديالي تلاقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. وبالتحضيرات سلسلة رمضان غنشارك معكم واحد المعسلة، يعني ما كتخطاناش هي من الطابلة هاد الفطور. المغاربة كاملين كتعجبهم، محبوبات الجماهير. معسلة د البريوة كتجي غزالة كتحمق وغزالة بواحد الطريقة مبسطة. وخليكم معايا نشوفوا طريقة التحضير والمقادير مع بعضياتنا، خليكم حتى الاخر. بالنسبة للمقادير عندي هنايا كيلو دبيان، الكاوكاو اي الفول السوداني، غادي نعملو في واحد لاطة د الفران، وغادي نضيف عليه الكمية ديال الزيت المائدة حتى ندهن الكاوكاو كامل بالزيت، دخل فيه الزيت. والفران عندي مسخن على درجة الحرارة 200 او 250، ونشعلو من التحت ومن الفوق وندخلو يتحمر. وبالنسبه اللي ما بغاش يقليه في الفران يقليه في الزيت عادي. من طبيعه الحال بالكاوكاو بعد ما مسحناه من الغبره يعني ونقيناه. واللي ما بغاش يعدلو هاد العمليه عدلو في المقيله. وكيف ما كتعرفوا دابا الاغلى الاسعار الزيت غاليه، البنات في الفران حسنو كيجي صحي. وعندي هنايا ربعه د اللوز، فسختو في الماء طايب ونشفتو غنطحنو غدر ما غنقليهش. والبنات الفيديو ديالي تصور لي الفيديو اللي طحنت فيه الكاوكاو، ما تصورليش كيف كتشوفوا معايا الكاوكاو عندي مطحون. واللوز ها هو طحنته بهذه الطريقه. تقطع لي الفيديو البنات ما شفتوش كيف كتشوفوا الكاوكاو هاد الطريقه كيفاش طحنته، يعني قليته في الفران بعد ما خرجته من الفران طحنته في الهاشوار اللي نفسها اللي طحنت فيها الكاوكاو، عفوا اللوز. ودابا غادي نجمعهم غير شني سميتها كراميل، عفوا نجمعو غير بالكراميل، ما غنضيف له لا زبده لا حتى شي حاجه. والكاوكاو البنات عملت فيه 3 المغروفات السكر وطحنتهم معاك كيف قلت لكم مشى لي الفيديو. طحنت مع 3 المغروفات السكر سنيده، عملتهم مع الكاوكاو طحنتهم مع بعضياتهم. والحلاوه كتبقى على حسب الذوق، غنعسلوهم ما بغيناش الحلاوه بزاف صافي. وكيف شفتوا في الفيديو كنكورهم كويرات صغار قد بعضياتهم في الحجم، كنقطع الورقه رقيقه، ما كنعملهمش فحال مملحات فحال البريوات المالحين، كنقطعها صغيره باش كيجيو صغيورين في هذا الشكل هذا. وكنبقى نشكلهم بريوات. اللي الا كانت العجينه رطبه كيف ما قلت لكم شفتوا معايا كنلصقها غير فحال هيداك. وإلا كانت العجينه ناشفه من الاحسن هادو كيتقلاو في الزيت، نعملو شويه الدقيق والماء ونلصقوهم باش ما كيتحلولناش في الزيت، ماشي فحال البريوات اللي كيطيبوا في الفران يعني واخا ما نعملو لهمش الدقيق. والبنات من الاحسن خدموا بالورقه ديال البخار، كتجي غزاله والتقرمشه ديالها خطيره. وبالنسبه لا بغينا نحتفظوا بهم كنعملوا لهم هذه العمليه هذه وندخلوهم مجمد، كنفرقوا بيناتهم ببلاستيك غذائي وكندخلوهم مجمد. بعد ما جمدوا كيف كتشوفوا انا كنعملهم مع بعضياتهم في بواطه وحده، وكندخلهم في فريغو باش ما كيديولناش المساحه وما كيلصقوش وما كيتبدل لهمش نهائيا الشكل ديالهم. فاش تحتاجوهم جبدوهم وسخنوا الزيت وقليوهم ديريكت، ما تخليوهمش يفسخوا، الا فسخوا من الثلج غادي تخرج لهم الورقه، ما غيجيوش مزيونين في القلي. وبالنسبه للقليه كيف كتشوفوا معايا انا غادي نقلي واحد الكميه اللي غادي نحتاج. كيف شفتوني عملت خير ربي، عملت كميه كثيره. النص حطيت به في الثلج والنص غادي نقليه نشارك معكم القلي. كنسخن الزيت كنقليهم ومن بعد كنحيدهم من الزيت كنشفهم مزيان وكنجوزهم في العسل. واللي بغى الطريقه ديال العسل البنات نخلي لكم في الفيديو في اسفل الفيديو، الرابط عفوا في اسفل الفيديو. وغادي نخليوهم في الطاسه ديال العسل يفزقوا مزيان، نخليهم اقل 2 ساعات ولا يباتوا ماشي مشكل. وغادي نخرجوهم من العسل يقطروا، وغادي نعملوا لهم الجنجلان او الكاوكاو مهرمش او اللي متوفر عندكم تزينوا به. التزيين كيبقى اختياري، انا نتوما شويه السمسم الجنجلان ورشيت عليهم من الفوقي وكيجيو غزلان ومعلكين بهذه الطريقه، ما تشبعوش منهم. وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك، وتابعونا على المواقع الاجتماعيه تويتر وانستغرام والفيسبوك.
وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله يا ربي، وعواشركم مبروكة وباش ما تمنيتو.